على مدار سنين طويلة قوي أول مرة أشوف كم من الناس دي كلها في عرض خاص واحد، والسر هو محمد سعد. اهلا بيكي في عالم الدشاش. حضرنا العرض الخاص لفيلم الدشاش، واللي يعتبر عودة قوية للنجم محمد سعد بعد غياب 6 سنين عن السينما. بدأنا إننا رحنا بدري عشان نستعد لترتيبات اليوم، ولقينا المكان متحضر كويس قوي من ديكورات وتنظيم وأفكار استعدادا لليوم. وكما هو متوقع المكان بدأ يتزحم بشكل تدريجي بمجرد ظهور محمد سعد، اللي حقيقي ما سابش صحفي واحد صغير أو كبير إلا وكان بيصور معاه، وكان على لسانه كلمة واحدة بس لكل الصحفيين: يا رب أكون قدرت أقدم التغيير اللي كل الناس بتسألني عليه. دعواتكم. وبدأ كل الفنانين وصناع العمل يجوا، وكانت الأجواء مليانة بالضحك والهزار بين الفنانين والجمهور والصحافة. وحقيقي ده كان أول سؤال خطر في بالنا وإحنا داخلين نتفرج على الفيلم: الفيلم نجح فعلا إن هو يخرج محمد سعد بره إطار شخصية الليمبي والشخصيات اللي قدمها على مدار السنين اللي فاتت؟ وحقيقي هو نجح في ده وبجدارة، لدرجة إن مفيش حد ممكن يتفرج على الفيلم ويختلف أبدا على أداء محمد سعد.